السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. هنتكلم النهاردة عن الشيلن الشهير ال5 قروش الورق، والبريزة الورق ال10 قروش اللي تم إصدارهم بموجب قانون 50 لسنة 1940. بموجب صدور القانون ده من مجلس الأمة في الوقت ده صدرت كميات كبيرة جدا من ال5 قروش وال10 قروش، لأن كل العملات ما قبل 1940 كانت عبارة يا إما نحاس يا إما فضة يا إما نيكل، لحد ما صدر القانون ده فتم إصدار كمية كبيرة من العملات الورقية. مر الشيلن والبريزة بمراحل كبيرة جدا، بداية من العهد الملكي، عهد الملك فاروق، وصولا لثورة 23 يوليو 1952، وكان بيحمل اسم جمهورية مصر. الورقتين دول كانوا بيحملوا جمهورية مصر. مر 4 أو 5 سنين لحد ما قامت الوحدة من مصر وسوريا، فتم إصدار كميات كبيرة جدا بتحمل الجمهورية العربية المتحدة، لأن مصر وسوريا في الوقت ده كان اقتصاد واحد ودولة واحدة وعملة واحدة. ثم حدث الانفصال بين مصر وسوريا، فتم إصدار عملات تانية جديدة بتحمل جمهورية مصر العربية اللي معظمها موجودة معانا. لكن الشهير والمطلوب هو لازم يكون مكتوب هنا الدولة المصرية وهنا الدولة المصرية، سواء على الشيلن أو على البريزة، وده سعره بيوصل ل10,000 جنيه. لو مكتوب عليه جمهورية مصر بيعمل من 1000 ل 3000 جنيه، يعني بجمهورية مصر فقط بدون العربية. لو مكتوب عليه الجمهورية العربية المتحدة الشيلن ممكن يوصل ل 1000 ل 1500 جنيه، البريزة من 100 لحد 500 جنيه على حسب حالتها. كل ما الورقة بتبقى زيرو زي اللي في ايدي دي كل ما بتعمل فلوس. لو معاك الشيلن او البريزة اللي بتحمل كلمة الدولة المصرية بيصل سعره ل10,000 جنيه، بس المهم تكون الورقة بحالة الزيرو زي اللي في ايدي ده. اللي في ايدي ده شرح توضيحي مش اكتر، عشان ما حدش يقول انا معايا زي اللي معاك. لازم يكون مكتوب عليها هنا الدولة المصرية على الشيلن، وعلى البريزة الدولة المصرية، يعني الاتنين بيحملوا الدولة المصرية. دول بيوصل سعرهم ل10,000 جنيه. لو عليهم جمهورية مصر فقط بيوصلوا لحد 3000 جنيه. كل ورقة على حسب حالتها، ما ينفعش تبقى متقطعة ومتبهدلة وهتجيب 3 أو 10، لا سعرها بيقل طبعا. ابحث عن كنوز العملات المصرية القديمة، فتش في دولاب والدك ووالدتك، جدك وجدتك، وتابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور، على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، على الفيسبوك محمد حكيم، على قواي محمد حكيم، وتابع معنا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.